كانت بايتة مع عمها في يوم، وفجأة نطت من البلكونة وجريت على بيتها بالبيجامة. يسرى جريت من بيتهم بهدوم البيت، وخاله شعره شاب أول ما شافه، وأبوه جري من القاهرة لإسكندرية بالبيجامة بعد الرعب اللي شافه. حكاية عفاريت فيلا الفنان الكبير عزت أبو عوف في 10 شارع يحيى باشا إسماعيل في الزمالك سريلانكا. حاليا عاش الفنان عزت أبو عوف وأسرته كاملة أغرب قصة رعب ممكن يعيشها الإنسان في حياته، والحكاية بدأت من قبل حتى ما يشتروا الفيلا. المكان اللي كان بيشتغل فيه والد الفنان عزت أبو عوف كان لازق في سور الفيلا دي، واللي الكل كان يعرف إن الخواجة شيكوريل صاحبها اتقتل فيها هو وأخوه، وبعده ب40 يوم بس اتوفت زوجة الخواجة في ظروف غامضة، وابنه وقع من على السطح ومات وهو بيحاول يقطف تفاح من الشجرة. يعني فيلا مسكونة رسم فهمي نظمي، فمحدش كان عاوز يسكنها. وسنة 58 قرر والد عزت أبو عوف أبو قلب جامد وما بيخافش إنه يخوض التجربة ويشتري الفيلا اللي الكل بيهرب منها، خصوصا ان سعرها كان لقطة 20,000 جنيه بس، ده غير انها كانت جنب شغله على طول السور في السور. هيلاقي فين مكان زي ده بالسعر ده؟ وعلى طول اتنقل عزت واخواته منى ومها، واللي كانت لسه عمرها في الوقت ده شهرين بس. ومن اول يوم وهم بيحسوا بحاجات غريبة بتحصل في الفيلا، بس محدش كان قادر يأكد اذا كان في حاجة فعلا او لا، والكل اصلا كان بيكذب نفسه، لغاية ما في يوم خال الفنان عزت كان موجود عندهم في الفيلا وقاعد يذاكر في أوضة والده اللي هي أصلا الأوضة اللي اتقتل فيها شيكوريل. وفجأة ظهر قدامه راجل لابس بنطلون أسود وبلوفر كحلي وشعره أبيض. الراجل فضل يبعد لحد ما خرج من الحيطة، وتعرض الخال لأبشع خضة في حياته خلت شعره أبيض في ساعتها وهو لسه شاب صغير في العشرينات. وبدأ الخال يحكي اللي شافه، وبدأ كل اللي في البيت يشوفوا نفس اللي هو شافه بالظبط. راجل لابس بنطلون اسود وبلوفر كحلي بيظهر ويختفي، واول مره ظهر فيها للفنان عزت ابو عوف كان قاعد على البيانو بيلعب هو واخته، وفجاه ظهر قدامهم الراجل اللي بدا يتحرك ناحيه الباب عشان يخرج منه وهو مقفول. منى اخت عزت من الخضه سبقت شبح العفريت وعدت منه قدام اخوها. وفي الفتره دي والد عزت كان في مأموريه بره مصر، فبعتت الأم تجيب شيخ وقسيس وراجل دين يهودي يقروا في البيت يمكن حد يقول لها اللي بيحصل ده من ايه. والشيخ قال لها ان فعلا ارواح الناس اللي ماتت في البيت لسه موجوده فيه، وانهم لو حاولوا يخرجوهم من البيت هيأذوهم، ونصحها انها ما تحاولش تعمل كده. ولما وصل الاب من السفر حكوا له اللي حصل واللي قاله الشيخ، لكنه ما صدقش وقال ان كل الكلام ده تخاريف، ويا رب يطلع لي العفريت ده وشوف انا هعمل فيه ايه. لحد ما في يوم العيله كلها كانت مسافره اسكندريه، وابوه هو الوحيد اللي موجود في الفيلا، وهو قاعد بيعزف على العود بتاعه دخل الحمام عشان يسمع الحته اللي كان بيعزفها بتتلعب بره، وفي نفس الوقت في حد بيحط فرشه الحمام في رقبته. الراجل اخد ديله في اسنانه وطلع من الحمام على بره البيت عدل، وركب عربيته بالبيجامه وطلع لاولاده ومراته في اسكندريه عشان يقول لهم ان طلع معاهم حق. لكن شويه شويه كل اللي في البيت اتعودوا على وجود شبح شيكوريل، وبقوا يقلقوا عليه لو اتاخر انه يظهر ولا حاجه. حتى ان الفنانه يسرى كانت بايته مع مها صاحبتها في الفيلا، وسمعت حركه في البلكونه وبتصحي مها عشان تسالها في ايه، فقالت لها ده عفريت شيكوريل اللي اتقتل هنا، نامي نامي. بس طبعا يسرى نطت من البلكونه ما صبرتش حتى تخرج من الباب، وقالت لمها ابو عوف انا لا يمكن ابات عندك تاني ابدا. يا ترى انتوا كمان عندكم قصص مع العفاريت ولا شايفين انها مجرد تخاريف؟ احكوا لنا تجاربكم تحت في الكومنتات.